ايدونتيتي اوفونسيف انيس. شوف، هو انا اكثر حاجه عجبتني في المنتخب الحقيقه هي الروح والاصرار والعزيمه وحبهم انهم يوصلوا للمونديال، على خاطر الشانس اللي قدامهم كبيره برشا. سيتي ديتيرمينون بالنسبه للمنتخب سورتو في مقابلته الاخيره. هو الحقيقه مستوى المنتخب نتاعنا تطور من مقابله الى اخرى. صحيح. المقابله الاخيره صاروا فيه برشا دي سيناريو، حتى ميم في اللي تيرو بيوت معناتها في ضربات الجزاء صاروا دي سيناريو. فما خدمه. لا سيناريو معناتها فما سسبانس في المقابله. صحيح. برشا سسبانس. لكن اللي عجبني الحقيقه في المنتخب هي الرياكسيون تاع اللاعبيه. فما روح كبيره انهم يخرجوا بالترشح. شوف اونيتمون في اللي شوا ثم نقطة نتاع شخصية في المنتخب نضيفها لك. ضد زامبيا كنا رابحين، عدلت لنا زامبيا بعد بدقيقتين فقط الضاوي مركز ثاني. ضد منتخب الكونغو بعد ما كنا خاسرين ولينا رابحين 2-1، بعد ترجع عليك الكونغو بهدف ثالث في البرولونغاسيون وتعاود ترجع في وقت صعيب برشا في الدقيقه الاخيره تقريبا مازالت دقيقه برك نماركيو الهدف الثالث. هنا تظهر ممكن الشخصيه نتاع المنتخب التونسي اللي بشرنا انه نجموا نمشيو لبعيد. صحيح. حاجه اخرى زاده قدور اللي حكيت عليها ديجا نهار الجمعه على لي شوا دو جوور. قلت راهو اذا لي شوا دو جوور يكونوا صحاح راهو نجموا نربحوا، خاطر تحب ولا تكره عندنا البوتنسيال، عندنا الامكانيات، عندهم لاعبيه، عندهم امكانيات فرديه عاليه. وقتاش تحسنا احنا؟ وقت اللي صاروا لي شونجمون بار اكزومبل، وقت يدخل سورتو قرب ولينا نلعبوا على لي دو كولوار بنفس الطريقه. لو جو نتاعنا ولا فاري. فما الخطوره من اليمين وين كريستو، وخطوره ولات من شيرة قرب. دونك شوف بعد التغييرات الوجه الهجومي اللي حكيت عليه انت قدور تحسن وتطور برشا. وشفنا ادم قرب عمل 2 اسيست بالضبط صح. والهدف سيرتو الهدف الثاني التوزيعه نتاعو اللي جات في سجل بها الهدف. دونك شوف فما ملاعبيه الحقيقه باهين كذا. شوفوا علي السعودي الاكسيال بتاع ستاد تونيزيان، حتى الارقام نتاعو في الانستات 215. غيث الوهابي ملاعب في مليو التران عطاه برشا اجريسيفيتي في مليو التران ميور لاعب ترجي في المباراه الفارطه. دونك عطاه برشا اجريسيفيتي. واش تعرف لي زافريكان يلزم لاعبيه اجريسيف تربح لي دويل في مليو التران. كيف الضاوي لي دو زارير لاتيرو ما تنساش قدموا مستوى كبير. شوشان الملاعبي برايتون هذايا اللي قدم مستوى الحقيقه حتى سجل هدف وعطاه برشا ابور في الميليو تيران. ادم قرب كي دخل ميم حتى عزيز عبيد عطاه برشا اونفي للفريق وبرشا فولونتي للفريق كي دخل. دونك فما نقاط برشا نقاط ايجابيه في المنتخب. بقى سير لو بلون كوليكتيف مازال منتخبنا امونافي مازال ما وصلش للمستوى اللي يتناسب مع امكانيات الملاعبين. خاطر فما بوتنسيال، فما ملاعبيه باهين، لكن لو كوليكتيف امونافي نجموا نعملوا خير برشا من هكا جماعيا. فوالا جماعيا نجموا نعملوا خير برشا من هكا. بون ماتش السنغال، شوف السنغال رابحه الماتشات الكل 4 ماتشات رابحتهم، مسجله 9 اهداف، ما قبلت حتى هدف. وديا تعادلنا معها سلبيا ثم خسرنا معها واحد بلاش. هذه نقطة مهمة لمنتخبنا. عندك فكرة على الادفيرسير نتاعك، تعرف نقاط قوته، لي جوار كلي نتاعو، لي شما ولا لي سيركوي بريفيرونسيال نتاعو، كيفاش تخرج الكرة، شنو هي نقاط، شنو هما اللاعبية القواو، شنو هما الكومبارتيمون القوي، ولو انه واضح الكومبارتيمون الاوفونسيف نتاعو معناتها قوي برشا ويزمو برشا خدمه وبين بون اسيس ديفونسيف اللي احنا مالوريزمون دفاعيا ماناش حاجه. قبلنا 5 اهداف، سجلنا 5 وقبلنا 5 برشا. مع تذبذب مستوى حارس المرمى. دونك برشا نقاط اريكتيفي في مقابله السنغال. امون افي راهو ماتش صعيب سي فري، اما راهو اذا اون في لو بون شوا في اللي 11 تيتولير وفي التركيز يكون عالي على المستوى الخط الخلفي. راهو كيف ما عملنا اللي ماتش اميكو تعادلنا 0-0 خسرنا 2-1. راهو نجموا صحيح السنغال عنده ديالو هذا نمرو 10 اللي سجل كونتر البنين، عنده باب ديمبا سجل 3 أهداف وحده كونتر مصر. يلعب في بلجيكا في زولت كان يلعب فيها زولت ورقم كان يلعب فيها اصرار في لعب افريقيا. فيها زياده ايبو
ساني اللي سجل زاد ضد مصر في من جينيراسيون فوت في السنغال، سونتر دو فورماسيون كبير برشا هذايا. فما باب ديالو مشى ديرنييرمون الميدز، كيف لامين كامارا في ميدز يلعب في ميدز، شارك في الشان. فما برشا ملاعبيه شاركت في الشان في الكوب دافريك الاخيره في الجزائر. وانتر بارونتيز في بالك ثم ملاعبي من الكونغو اللي لعبنا له في ربع النهائي اللي ماركان الاهداف الكل. باسينغا راهو نفسه باسينغا شارك في الشان، وماركانا في الاي 20، وهو اللي ما خليناش نترشحوا للاولمبياد في الاي 23. اي صحيح، مع ليكيب اولمبيك. وحاجه اخرى من مواليد 2005 صغر منهم الكل.